أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، يمكن أول مرة ألتقي وياكم. شلون نقرأ عربي بال40 يوم أو بالمراجعة أو حتى يوم الامتحان. أنت إذا ما مضبط القواعد خلال السنة الدراسية، أو حتى أكو أكثر طلاب يقولون إحنا كل شيء ما حافظين أدب، يعني تتوقع خلال هاي ال40 يوم راح تضبط مادة أو حتى راح تجيب درجة نجاح؟ ال40 يوم هي حصيلة دراسة الطالب خلال السنة الدراسية. خلينا نقول كان بها ما لحقت، نجي نقول على الأدب هسه. الأدب أنت ما لحقت تقرأ أو تحفظ قصائد، أو خلينا نقول التعليق النقدي أنت أصلا ما فاتحة. حاول بال40 يوم أول شيء إنه العربي ما لا يقل عن 10 أيام. 10 أيام لا تخلي القواعد واحد والأدب واحد، لا. تقعد من الصبح من الساعة 6 الصبح خلينا نقول أو 5، يعني يفضل اللي ما قاري يقعد من5 الصبح، أقلها يعوض الأيام اللي فاتته. تقعد من 5 الصبح خلينا نقول لل10 أو لل11، تدرخ الأسئلة الوزارية الخاصة بكل شهر. يعني خلينا نقول البارودي أنت ما قاري شيء على البارودي، أو حافظ القصيدة ما قاري التعليق النقدي، تقرأ من 2005 لحد 2016 كل الأدوار. تحاول تغطي كل الأدوار من الأسئلة الوزارية ويا حلولها، تدرخها درخ. تجي على الحبوبي، الجواهري، يكون تركيزك على الأسئلة الوزارية. يعني حاول تدرخ الأسئلة الوزارية، لأنه إذا درخت من 2005 إلى 2016 اللي تجيب لك بعد بالوزارة. هاي احنا إذا نقول أنت ما قاري الأدب ولا فاتحة للأدب يعني نهائي، اللهم إلا إذا حافظ لك كم بيت أو حياة الشاعر. وأكثر الطلاب اللي راسلوني إنه التعليق النقدي نهائي ما قاري، وهذا خطأ. ترى أكثر الأسئلة الوزارية تجي على التعليق النقدي، على أنت من يجيب لك سؤال ما معقولة حيجيب لك بس قصائد، إذا يريد يجيب القصائد فيجيب بيت بيتين 3 يعني كشاهد. لكن الأسئلة تكون من البداية، تعريف الأدب، الأدب الإنشائي، نشأة الأدب، المدارس، عندك المدارس. هسه أنت من تحل الأسئلة الوزارية إنه أرجو أن يكون تركيزك على المدارس، مدرسة المهجر، مدرسة الإحياء، المحافظين، عندك مدرسة الشعر الحار، أبولو والمهجر جدا مهمة، الديوان. يعني عندك 3 مدارس، يعني لا حب يعني حاول إنه تبدي بيها. يعني إذا حتى المدارس ما قاريها ابدي ركز على الديوان وأبولو والمهجر. هاي ال3 مدارس ماكو سنة ما يجي سؤال عنها. هاي احنا نسميها روح الأدب، يعني الديوان وأبولو والمهجر. المدارس الأسئلة اللي تجي بيها دائما مكررة، وايا أسئلة بيها، يعني يجيب لك شعراء، يجيب لك الأهداف، يجيب لك لماذا سميت بأبولو، لماذا سميت بالمهجر، جماعة الديوان. فالديوان والمهجر وأبولو هاي احنا ننتهي منها. تقرأ هاي 3 مدارس تضبطها، بعدين وين تروح؟ تروح على كل شاعر أقلها تقرأ الأسئلة الوزارية من 2005 ل 2016 كل الأدوار. خلينا نقول احنا إذا بديت من 5:30 أو 6 الصبح لل1 أو 2 الظهر أنت أدب بصورة متواصلة. يعني حاول تقعد بغرفة وحدك وتفتر، يعني لا تقعد وتقرأ لأن حتمل. دائما نشط، امشي، يعني الدرخ انه تمشي وتقرا بصوت عالي. هاي الطريقه اكثر الطلاب ترى اللي يريد يجيب معدل يتبعها، يعني مو مال تقعد وتقرا يصير عندك ملل، لا، تحرك، امشي بالغرفه، روح وتعال روح وتعال. ومن تقرا حاول تقرا بصوت عالي، تسمع اللي تقرا، كن على ثقه ما راح تنسى، وتدرخ الماده باسرع وقت مما انت قاعد وما تقرا. هاي ما يخص القواعد. وحاول انه اكو احد بالبيت يسمعك، يعني مو انت قريت وهي، لا، من انت تسمع، يعني شخص لازم كتاب وياك ويسمع، تكون ثقتك بنفسك اكثر انه انت حفظت. لا تعتمد بس على روحك، التسميع، ترديد. انت من تسمع خلاص يكون عندك ثقه بنفسك انه انت حفظت، والمعلومه اللي حفظتها تبقى راسخه بدماغك وما تنسي ان شاء الله. نجي على القواعد. بالنسبه للي فاهمين اساليب القواعد واللي حاملين اثرائي، ما هسه الاثرائي ما يفيدك نهائي، بالعكس حيخربطك. الاثرائي راح يخربطك. انت مثلا اخذت اثرائي على مود الامتحانات الشهريه، على مود نص السنه، على مود يقويك حتى تتاهل للامتحان الوزاري. هسه بعد ماكو مجال
مجال الإثراء. الإثراء يدمر الطالب بهاي الفترة ال40 يوم، لأن تجي لوفة بسؤال، يقعد يدوخ بسؤال ويروح ويجي. نهائي ما أنصح الطلاب بهاي فترة المراجعة يقرأ إثرائي. تكمل المادة إذا كان عندك دفتر أو ملزمة أستاذك، تكملها بالشكل المضبوط على حسب، شوف أنت شلون قريت وراها تبدي. عندك تحليل نصوص الكتاب. احنا مو عندنا بداية كل أسلوب عندنا العرض، ينطوك مادة قطعة وراها ورا القطعة يحللوا لك إياها، ورقة وقلم طلع كل النصوص الموجودة بالعرض، يعني بالقطعة اللي منطيك إياها حاول تحلها، لأن هذا هو حالها بالكتاب. يعني أو الكتاب منطيك إياها شاهد، مؤلف الكتاب منطيك إياها شاهد، فهاي نسميها ثوابت. هاي تحاول بكل أسلوب تطلع نصوص وتحليلها تحفظها، ورا ما تكملها وتتأكد منها تروح على تمارين الكتاب، تخلص تمارين الكتاب وتتأكد منها، يلا تروح تحل الأسئلة الوزارية. هذا أتصور كلش كافي حتى الطالب اللي ما مضبط القواعد. أنا ما أحكي على معدلات ال90 اللي يريد 90 و95 و99، هذا مضبط المادة متين. أحكي على الطلاب اللي مستواهم ستينات 50 60 70 ويريد يصعد معدله، أفضل تبدي تحل نصوص الكتاب، وحتى المقارئ قواعد، حتى اللي ما يفتهم قواعد جيب ورقة وقلم. أنا ما أريد أقول لك إنه أدرخ، لا، بس شو نسوي؟ يعني ما باقي الوقت جدا ضيق، جيب ورقة وقلم أو دفتر أبو 30 أو أبو 60، نزل النصوص الموجودة بالكتاب اللي المؤلف الكتاب حال لك إياها، احفظ الأبيات الشعرية، احفظ الشواهد القرآنية، وراها حل أسئلة الكتاب، احفظها أسئلة الكتاب احفظها، وراها حاول ورقة وقلم سؤال تحل الأسئلة الوزارية. دائما الأسئلة الوزارية تكون مكررة على مدى السنين، خاصة بين آخر 4 سنين أو 5، يعني خلينا نقول إحنا من 2010 حاول 2010 لحد 2016 تكرر الأسئلة أكثر من مرة، وإن شاء الله ما تلقي أي صعوبة بمادة اللغة العربية. أما الإنشاء فما أفضل تحفظ قطعة إنشائية إنه تعبر، وإذا ما عندك وقت للتعبير احفظ كمقدمة ترهم لأي موضوع، يعني لا تختص، مقدمة عامة وموجودة على الانترنت، يعني اكتب أي مقدمة إنشائية موجودة على الانترنت، وحاول أنت وراها تسترسل بالكتابة. الإنشاء المفروض ما لا يقل عن ورقة أو ورقة ونص، تدعمها بالشواهد الشعرية أو القرآنية أو أحاديث الرسول أو الصحابة عليهم السلام، على مود تحاول ترفع درجتك بالإنشاء وتعبر باللغة العربية بخير وسلام. أتمنى